هلو هلو، ازيكم يا احلى ناس في الدنيا. طبعا سمك مشوي، يعني اكيد الرز ده لو جربتوه بجد والله مش هتبطلوا تاكلوا سمك مشوي من غير الرز ده. تابعوا معايا الوصفه، مفيش اسهل ولا ابسط من كده بجد. هنا عندي بصله متوسطه قطعتها صغير زي ما انتم شايفين كده او وسط، وطماطمايه متوسطه متقشره برضو مقطعاها صغير. تمام، معلقه ملح، معلقه ونص ملح، معلقتين حسب ما تحبي، فلفل اسود، شطه، كمون، كوبايتين رز مصري مغسول. جماعه الكميات دي تكفي فردين بس. هنقلب بقى كويس قوي. اهم حاجه تفركي كده، تفركي البصل بالطماطم بالرز كله مع بعض. عندنا هنا حله على النار فيها زيت سمنه الاتنين على بعض زي ما تحبي، وتقلبي. كل كوبايه رز ليها كوبايه ميه او كوبايه وربع، ممكن تزودي لو بتحبيه طري شويه. وخدي بالك لان في فعلا انواع رز بتحتاج ميه اكتر، انت بتبقي عارفه الرز اللي عندك ده بيحتاج ميه قليله ولا بيحتاج ميه كتير. نزلي كده اللي في اطراف الحله عشان ما يتحرقش. انا هنا زودت شويه ميه كمان، حسيت ان هو محتاج. وبس، اول ما يبتدي يشرب الميه كده نقلب كويس وننقله على عين صغيره ونهدي النار عليه خالص ونسيبه بقى. هنا السلطه، اكيد سمك يعني سلطه. ممكن تزودي خضار لو حابه، جرجير، بقدونس، كزبره، شبت، اي خضره عندك ممكن تحطيها على السلطه. بجد يا جماعه الرز ده تحفه، وممكن تحطوه في الفرن بيبقى احلى واحلى. هو بياخد وقت زياده شويه بس بيبقى فظيع. عندنا هنا الطحينه، كل المكونات مكتوبه ومفيش ابسط من كده مكونات ممكن تستخدميها. نقلب بقى، نقلب كتير 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 عشان تبقى مظبوطه. هنا الرز استوى مفلفل وجميل وريحته يتاكل لوحده، والله ممكن تاكليه لوحده كده من غير اي حاجه. عندي السمك، الرز والسلطه والطحينه، ممكن تقلي بطاطس. هندوق بقى. انا وقفت اكل في المطبخ من كتر الريحه والطعم ما كان حلو. وبس كده. يا ريت تقولولي حابين الفيديوهات تبقى بصوت ولا من غير صوت زي ما كنت بعمل، وتقولولي حابين نعمل ايه المره الجايه، وتدعموني لايك بقى وشير وسبسكرايب وكده. وبألف هنا على قلبكم. باي باي.